الجعفر المدير العام لشركه التنميه السياحيه سوس ماسا. هذا المشروع ديال ترميم قصبه اكادير وفلا مشروع اللي كيندرج في اطار برنامج ديال التهيئه الحضريه اكادير 2020 2024. انطلق الاشغال كما تبعتوا معنا من 2020 خصوصا في يونيو 2020 في جميع مكونات ديال المشروع من الحفريات الاركيولوجيه، الترميم الاسوار، اعاده بناء المنصه العلويه اللي كنتواجدوا فيها ولا المنصه السفلى اللي كاينه في السافله، المناطق المجاوره ديال القصبه، خصوصا المسار اللي كيطلعوا عليه الناس بالارجل من تحت ديال اكادير اللي الطول ديالو 1 كيلومتر فاصله 8، والمعدات الرياضيه اللي تم التجهيز فيها. تم اضافه لهاد التدخلات لهاد المكونات كان حتى الجانب ديال النباتات الطبيعيه شويه لداخل ديال القصبه، ولكن خصوصا في الجوانب ديال القصبه. اذا عديد من التدخلات بالنسبه للمسارات لداخل ديال القصبه. من بعد الحفريات كان ضروري خصنا ندير واحد المسارات لداخل باش يكون واحد المسار ثقافي لداخل ديال القصبه، ولكن كما كتعرفوا بان القصبه كتبقى ديما مقبره جماعيه وفي الاذهان ديال الناس اللي فقدوا العائلات ديالهم في الزلزال ديال 1960. اذا كان ضروري بان التدخلات اللي خصها تكون لداخل تراعي هذا الجانب وتراعي هذه الخصوصيه وتحترم هذه الاموات اللي مازال مدفونه تما الله يرحم الجميع. اذا كان درنا مسارات خشبيه اللي كتبع الازقه القديمه ديال القصبه قبل الزلزال ديال 1960. اذا هذه المسارات ما محطوطاش بصفه عشوائيه، ولكن بصفه لان استعملنا الصور الجويه اللي قبل من سنه 1960 هي باش درنا هاد لوطراسي ديال هاد. وحتى هاد المسارات الخشبيه غادي تشوفوا لتحت بان ما حفرناش في الارض باش نخليو كل شيء على خاطرو. اذا داروا حتى دي سوميل اللي بالخشب اللي غير محطوطين اللي كيوفروا هاد الوقوف ديال هاد المسارات الخشبيه. في الجولات لداخل ديال المسارات الخشبيه الزائر غادي يتعرف على التاريخ ديال القصبه والحياه ديال القصبه قبل من زلزال 1960 بعده طرق. كاين لوحات تشويريه اللي داخل اللي كتعطي معلومات، وكاين امكانيه بالنسبه للمجموعات باش ياخذوا خدمات ديال واحد المرافق، واحد الميدياتور اللي غادي يرافقهم ويشرح لهم كل المكونات التاريخيه خصوصا ديال المسارات الداخل ديال القصبه. وكاين امكانيه ديال لي زوديو غيد دلائل صوتيه اللي الواحد حتى هو يقدر يخلص هذا لو سيرفيس باللغات اللي بغا. كاين 5 ديال اللغات: العربيه، تشلحيت، الانجليزيه، الاسبانيه والفرنسيه. اذا الواحد كيعزل اللغه وهو غادي في المسارات كياخذ هذه المعلومات. وهذا هو المنتوج اللي غادي يكون مفتوح ان شاء الله ابتداء من السبت المقبل 3 فبراير. لان كما تبعتوا معنا بان الفضاءات الخارجيه كنتم الافتتاح ديالها في يوليو 2022، كانت موازاه مع انطلاق ديال المشروع ديال التليفريك، وبقاو الاشغال مستمرين داخل ديال القصبه. وكنا غادي نحلوا هاد الفضاءات الداخليه منذ الصيف الماضي، وخصوصا في نهايه غشت ويوليو وشتنبر. ولكن كما عرفتوا بان الزلزال ديال 8 شتنبر كان تقاست واحد الطرف من الواجهه الغربيه ديال الاسوار اللي كان ضروري خصنا نديروا واحد نعاود اعاده الترميم ديالها. وهاد الاشغال راهم في المراحل الاخيره، وداكشي باش تقرر باش ان شاء الله الافتتاح ديال الزياره الثقافيه لداخل ديال القصبه غادي تكون السبت المقبل 3 فبراير ان شاء الله. بالنسبه
دونك الزياره تلقى القصبه تقدير فلا بامكانك انك تاخذ هذا الدليل الصوتي او الاستعانه بمرشد ثقافي. الدليل الصوتي اللي هي اداه كتخولك انك تختار لغه من 5 اللغات اللي هو الامين، وكتسمع صوت الامين اللي كيدير معك لاكومبانيمون وكور ديال لا فيزيت كلها، وكدوز على مرافق ديال القصبه تقدير فلا. وكيكون المرشد الثقافي من اجل الاجوبه على اسئله السياح او اسئله الزوار ديال القصبه تقدير فلا. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الجمع هنا دنيا القايد مرشده ثقافيه في القصبه ديال اكادير وفلا، والدور ديالنا هو نمشيو في دي فيزيت غيدي مع الناس اللي غادي يختاروا هاد لا بريستاسيون اللي متوفره بيان سور في لا بيتري. وهاد الزيارات اللي كيكونوا مع المرشدين كيكون فيهم واحد التبادل مع الناس، يقدروا يسولونا نجاوبوهم. لا فيزيت تقريبا كتدوز من 45 حتى ل 50 دقيقه على حسب لي كليون. وميم طون عندنا عاوتاني هاد لاباراي اللي هي لي زوديو غيد.